ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. وحشتوني قوي 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 من الفيديو اللي فات. اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا 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 يا جماعه، والله العظيم. وحشني التصوير والروتينات، وان احنا نقعد نصور كده روتينات ونشجع بعض سوا. فيلا بينا. النهارده انا عملت لكم روتينيه طويله قوي قوي. صورت كل حاجه عملتها النهارده في الشقه. ده روتين يوم الاربعاء، دايما بعمله يوم الاربعاء، فقلت اخدكم معايا قبل اي كلام وقبل اي حاجه. انا حابه اشكركم بنوته بنوته على كل الكلام الحلو اللي كان على الفيديو اللي فات. هو الحقيقه الفيديو اتحذف ونزلته تاني، بس مش مشكله، الحمد لله. انا برضو عايزه اشكركم على كل الكلام الحلو والحب اللي انا شفته منكم ده. انتوا حبايب قلبي والله العظيم. وعايزه اشكر كل بنوته بتحط لي لايك او بتتفرج على الفيديو. انتم ما تعرفوش انتوا عند ايه. ربنا يا رب يخلينا لبعض. بقيت بجد حاسه ان احنا عيله واحده، وانا ببقى فرحانه لما بنزل فيديو وبشارك معاكم يومي زي ما انتم بتكونوا فرحانين بالفيديوهات اللي انا بنزلها. والله العظيم يا جماعه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. مش عاوزه احسد نفسي، بس الحمد لله القناه عماله بتكبر شويه بشويه. الله اكبر في عينيا، الله اكبر في عينيا. الله اكبر في عينيا. مش عايزه احسد نفسي، بس الحمد لله. يا رب يا رب يا رب نكبر سوا. يلا بينا وابطل رغي شويه، انا رغايه قوي وقراره قوي. فيلا بينا ندخل على اليوم بتاعنا على طول. اول حاجه انا قمت نزلت ابن الحضانه، وبعد كده عملت فطار تحفه 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 انا وجوزي. بصراحه هو جاب وهو جاي لما ودى حمزه الحضانه. جاب لنا فطار كده وظبطته وروقت عليه في الفطار بصراحه. وهو نزل الشغل ربنا يعينه، وبدأت بقى انا مسكت البيت فرمطته. اول حاجه دخلت على الطبيخ. النهارده انا كنت عامله سمان وصينيه بطاطس ورز بالشعريه. عملت الطبيخ الاول ليه قبل البيت، لان انا كنت نازله مشوار، فكنت عايزه انجز اليوم كله كله وفي نفس الوقت النهارده بالذات مش عارفه ليه كان ليا مزاج ان انا اخلص كل حاجه في البيت. اي حاجه ما كانتش متظبطه في البيت انا كان ليا مزاج ان انا اخلص كل حاجه النهارده، عشان اقعد الخميس والجمعه ما اعملش اي حاجه. تمام تمام. فدخلت اول حاجه على الطبيخ. انا طبخت عملت السمان. انا كنت حاشياه من الصبح. كنت سهرانه، ما كنتش نايمه اليوم دوت بالليل. يا جماعه انا بكره اقسم بالله النوم بالليل. ما هتسالوني ليه؟ هقول لكم مش عارفه. انا عارفه ان ده غلط طبعا عليا وعلى جسمي، بس مش عارفه، انا اتعودت على النظام ان انا ما بنامش بالليل. مع ان جوزي والله العظيم بيقعد يزعق لي على على النقطه دي، بس مش عارفه اغير برضو من نفسي. انا من الناس اللي بتحب السهر جدا وبتحب الهدوء. وبصراحة بيني وبينكم انا ما بصدق ان الاطفال بتنام عشان هقعد كده مع نفسي ساعة او اتنين. مش مشكلة يبقوا 5 ساعات. مع نفسي كده بدماغي احس ان لمياء رجعت تاني بتاعت زمان. يا جماعة انا بحب الهدوء وبحب الراحة كده، ما بحبش الدوشة. والله العظيم انا شخص عصبي قوي، بتعصب قوي 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 من الدوشة. فما باصدّق بصراحة إن هُم يناموا وأسهر. هي بتطلع على عيني تاني يوم، لإن تاني يوم لازم بيقوموا وبييجوا من الحضانة، وبنتي ربنا يحميها بتبقى قاعدة وكده، فلازم أبقى قاعدة معاهم، ما ابقاش نايمة. فباحاول إن أنا أسيطر على الوضعين. في الآخر أنا اللي بانهار بالليل. والله العظيم. معلش دماغي تعبانة. يالّا مش مشكلة، الحمد لله. معلش يا جماعة لو سامعين صوت جنبي حد بيزن كده، دي القطة بتاعتي توتة حبيبتي قاعدة جنبي مش راضية تنام. المهم إحنا هنا، أنا كنت هنا خلّصت الطبيخ تمام، ولّعت عليه وسِبته بقى يستوى مع نَفْسه. وبعد كده دخلت في ترويق البيت. أنا النهارده كنت عايزة أنضّف الأنتريه، هو الحمد لله كان نضيف، بس برضه أنا كنت عاوزة أمشّي عليه أي فوطة مبلولة كده. لإن حسيت إن هو بدأ ييجي على ترابة، فشدّيته بالمكنسة، نضّفته بالمكنسة. المكنسة يا جماعة بتشيل أي تراب على الأنتريه بصراحة، غير لمّا تنفّضيه. المكنسة بتشد التراب اللي في الأنتريه. فأنا شدّيته بالمكنسة ومشيت عليه كده بحتة قماشة ومَيّة بس، ما حطيتش أي مسح أو أي حاجة. هو الحمد لله كان نضيف، بس أنا برضه قُلت إيه، أعِيد عليه برضه إن هو يلمع، فاهماني؟ وفتحت الشبابيك كلّها، كلّها، كلّها. بصراحة البيت اتملا تراب تاني بعد ما كنت مسحت التراب. النهارده بصراحة ما مسحتش كل التراب اللي في الشقة، ما كانش عندي طاقة، وكان في ورايا حاجات كتير أوي عايزة أخلّصها. فمسحت السفرة بس. مسحت السفرة، عملت الكراسي بتاعتها زي ما كنت قايلة لكم قبل كده إن أنا عاوزة أعملها.
ومسحت التراب من على كراسي السفرة بس والجزامة. ده اللي أنا عملته النهارده. ندخل بقى على البيت. شايفين منظر البيت يا جماعة؟ عيالي بيهردوا لي حتة الأنتريه دي بطريقة مش طبيعية، والله العظيم. لانش بوكس مرمي على سربتة، على بمبرزاية، على شنط الحضانة. ما شاء الله، ربنا يديمهم ويحميهم يا رب، ويعيشوا ويعكوا عادي، مش مشكلة، ما عنديش مشكلة، والله العظيم ما عنديش مشكلة. أنا من الأمهات المتصالحة جدا 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 مع فكرة إن لازم البيت بي بي بيتنكش وكده ونرجع نظبطه تاني عادي. انا مش من النوع اللي بقعد ايد ولادي في مكان واحد علشان بقية البيت ما يتبهدلش. لا، دول اطفال، ما ينفعش احبسهم وما ينفعش اقعدهم متكتفين عشان نظافة البيت. ما انا كده كده بنضف، يعني هي الحاجة كده كده بتتنضف، فانا ايدهم ليه؟ بس في حاجات ما بنخشهاش، يعني الصالون ممنوع نخشه، اوضه النوم ممنوع نخشها. بس غير كده لعبوا براحتكم. هما كده كده ما بيروحوش ناحية السفرة. هو اصلا قعدتهم كلها 3/4 قعدتنا اصلا كلها المطبخ والانتريه، لان انا عندي الانتريه في وش المطبخ على طول، فدول اكتر حاجتين هتلاقيهم متبهدلين عندي في البيت كله يوميا. يعني انا بنضف يا جماعه، واقسم بالله الصاله عندي بتبقى كده يوميا عادي جدا. غير بقى لو انا حافظت عليها طول النهار ممكن اكنسها بقى لو عندي مزاج ان انا ما اروقش تاني يوم. زي روتين يوم الاربع دوت. انا يوم الاربع ببقى بحاول على قد ما اقدر ان انا افضل محافظه على البيت بقدر الامكان، علشان الخميس والجمعه ما اعملش اي حاجه في البيت، باخدهم اجازه لنفسي. تمام، ما بعملش فيهم اي حاجه. جوزي اخد اجازه يوم الجمعه، انا ما باخدش اجازه ليه؟ والله انا ماشياها بالمنطق ده، لو انت اخد اجازه انا كمان اخد اجازه يوم الجمعه، مش عامله حاجه. بس المهم هنا بقى بصراحه ده بتبقى مفيده جدا جدا جدا، يعني مفيده جدا للنفسيه. هنا انا كنت بنضف كراسي السفره، مسحتها كده بحته قماشه وميه وحبه اريال، بس ما حطيتش اي مسحات تانية عشان القماشة بتاعتها ما تجيرش، لان هي لونها اسود فبيبان فيها كل حاجة. كانوا مطلعين شوية شوزات كده برا الجزامة، فشلتهم حطيتهم فيها تاني وظبطتها ومسحت مكانها. انا يا جماعة كنست كل الشقة كلها بأوضة النوم كله، ومسحت كل الاطراف اللي مش متغطية. انا اسفة يا جماعة على صوت بنتي، والله مش عارفة اسيطر عليها، سكتها، انا اسفة. المهم الحتة اللي في الجزمة من تحت دي مش متوسخة، هي متجرحة. عيالي مجرحينها. بس وهنا كنت بمسح كل حاجة في الشقة. المهم تعالوا نرجع بقى للي كنا بنقوله. انا بقول لكم ده بتبقى حاجة مفيدة جدا جدا ان انتي تاخدي لنفسك يوم او 2 على قد ما تقدري في الاسبوع يبقى اجازة، علشان طاقتك ما تخلص وفي الاخر تنفجري في وشهم. انا بصراحة بعمل كده من زمان قوي، يعتبر من اول ما خلفت ولادي وانا ماشية على النظام ده، ومرتاحة جدا فيه بصراحة. الحمد لله مساعدني. احلى حاجة تعملها في يومك ان انتي اعملي ليومك نظام، اعملي لترويق البيت نظام، بصراحة احلى حاجة في الدنيا. انا النهارده نظام جددته تاني في الروتين بتاعي. يعني نظام حطيته في الروتين بتاعي ان انا ابدا باي حاجه ما بحبهاش في الشقه، ابدا بيها اول حاجه، اللي هو طبعا الغسيل. انا دي الحاجه الوحيده اللي انا بكرهها في الترويق كله عندي. اشيل الشقه كلها بالطبيخ بكل حاجه، بس ما حدش يقول لي خشي انشري هدوم او طبقي هدوم. بس لما بدات اعمله اول حاجه بصراحه ارتحت و... وما بحسش بيه بصراحه، ما بحسش بيه. يعني اول ما بقوم من النوم ببقى غاسله الغسيل من بالليل، اول ما اقوم من النوم انشره واقعد اطبق الهدوم التانية، واقعد ساعه بقى كده انسى الموقف اللي حصل لي ده. والله العظيم. بس هنا انا كنت برضو دخلت على اوضه الاطفال، روقتها بس ما كملتش ترويقها معاكم، عملتها مع نفسي وصورتها لكم في الاخر عشان الفيديو ما يطولش اكتر من كده. وقفلتها وقفلت الصاله، الحمد لله الصاله بقت زي الفل. وشغلت العيال شويه كرتون، ونضفت المطبخ خليته زي الفل، واتغديت ونزلت خرجت. وهنا خلاص الفيديو خلص. لو عجبك الفيديو اضغطي لايك واشتركي في القناه، وقوليلي انت بتتابعيني منين. بحبكم.